الثانية للمرة الثانية صقر عجيب يبعد كرة خطيرة. ماتسو يلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجول. جول مارادونا. كلاوديو أوليفيرا يسجل أول أهداف هذا اللقاء في الدقيقة 40 بعد ضغط من فريق نوروز في الدقيقة الأخيرة. مرة أولى حاول أحمد محمود، مرة ثانية حاول دوكاني، لكن في الأخير كلاوديو أوليفيرا يسجل في الدقيقة 40 ويتقدم فريق نوروز بهدف مقابل لا شيء. أوليفيرا وستيفن بافور، لكن هجمة جميلة. شاهد ماتسو من البرازيلي إلى البرازيلي وتغطية دفاعية متأخرة من كرار سالم. تأخر كثيرا كرار سالم وأوليفيرا بدون ضغط من المدافعين وفي زاوية صعبة على صقر عجيل. هنا التمريرة، وبالتالي يعني هكذا لقطة. يعني من الممكن جدا أن نطرد محمد دلاي، ومن الممكن جدا أن يعطيه فقط بطاقة صفراء، وبالتالي تبقى هكذا لقطات هي من تقدير من حكم اللقاء على سالم. ماذا سوف تحتسب يا على سالم؟ ماذا هناك يا سيد الحكم؟ ماذا هناك؟ بطاقة صفراء. نعم مثل ما ذكرت بطاقة صفراء على محمد دلاهي. شوان محمود يلعب الدلاوي، شوان محمود من جديد مرتضى كلاوديو أوليفيرا كرة خطيرة. جول هدف ثاني من نفسه من مارادونا. نفس اللاعب يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49. كلاوديو مارادونا يسجل هدف ثاني في الدقيقة 49. نعم هدف في الدقيقة 49 بعد تمريرة جميلة كانت من شوان محمود لكلاوديو أوليفيرا، وصعبة كانت على صقر عجيل وأيضا دلاهي، وغياب الرقابة دفاعية متأخرة للمرة الثانية من لاعبين نادي الحدود. اللاعب محمود الخضير وصل داكوستا من امام عمار عبد السيف. كرة خطيرة. جول هدف اول لمصلحة الحدود. اي ردة فعل سريعة لمصلحة فريق الحدود عن طريق داكوستا الذي يسجل بعد دقيقة واحدة. داكوستا السنغالي يسجل بعد دقيقة واحدة من تسجيل كلاوديو أوليفيرا الهدف الثاني. يقلص فريق الحدود الهدف. طبعا ده كان تباطؤ من عمار عبد الحسين بإبعاد الكرة. شاهد داكوستا، ضغط داكوستا على عمار عبد الحسين. نعم تباطؤ من عمار عبد الحسين، وداكوستا نجح بلمس الكرة، والكرة ذهبت تتهادى امام. يلعب الركله الركنيه هنا الراسيه. جول هدف التعادل عن طريق الكسندر يولي اليوفواري. الفيل اليوفواري يتقدم الى الامام في الركلات الثابته وفي الكرات الركنيه، ويسجل هدف التعادل بعد رأسية جميلة اسكنها في شباك جومان احمد. شاهد الكسندر يولي من امام ايفاني يضعها بالزاويه الصعبه، الزاويه اليمنى للحارس جومان احمد، ويعلن عن تسجيل هدف التعادل. بدأ نوروز بثنائية وعاد الحدود بثنائية. كرة خطيرة، وهذا هناك هدف. أين ذهبت بنا يا سيد المخرج؟ لكن تسلل، وعادل نعمة يقول مو اوفسايد. هناك فار يا كابتن عادل نعمة منتظر عادل. سجل هدف لكن تم الغاء بسبب وجود راية وتسلل.
نشاهد الإعادة، نشاهد الإعادة. هنا شاهد. نعم 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 إبراهيم غازي. علاء سالم هو يذهب بنفسه. نعم الفار، حكام الفار، غرفة الفار تطلب من علاء سالم أن يأتي للتأكد بنفسه. هل هناك لقطة احتكاك خطأ من عدمه أم لأجل معرفة إبراهيم غازي متداخل أم لا؟ شاهد هنا اللقطة منتظر عادل. التقنية جميلة بصراحة، تقنية التسلل. منتظر عادل غير موجود، هناك تغطية من المدافع، لكن المدافع القريب على الحكم المساعد. لكن إبراهيم غازي هل تدخل أم لا؟ نعم يعتبر متداخل، ذهب باتجاه الكرة وبالتالي يعتبر متداخل في هذه اللقطة، إلا إذا كان هناك يعني هي مسألة وجهات. لقطات في عالم كرة القدم تخص التحكيم يعني هي عبارة عن وجهات نظر، يعني هذه هي حالة تقديرية، هل يعتبر أم لا يعتبر؟ يعني صعب. نعم لقطة صعبة، وبالتالي يعني ما يقارب 5 دقائق، 5 دقائق المباراة متوقفة لأجل ماذا هناك؟ وهدف للحدود، هدف للحدود. أي ريمونتادا، الحدود يقلب الطاولة، الحدود يقلب الطاولة على نوروز بعد التأخر بهدفين. شاهدنا الإعادة، إبراهيم غازي تركها، وصلت لمنتظر عادل. محمد قاسم البديل يلعب الكرة، يلعب تجاه مروان حسين. مروان حسين ماذا هنا جلسة الحكم؟ مروان حسين يطالب بركلة جزاء. عرضة من الإعادة، تمريرة بالعمق، ضربت دفاعات. نعم دفاعات الحدود ضربت في أكثر من مرة وأكثر من لقطة. هنا الكرة